ما زلنا مع السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم، سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم سنتكلم حول بداية المرحلة الجديدة في المدينة المنورة بعدما استقر الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ ويتصرف مع الأمر الجديد، الواقع الجديد. برایت عزیز ایرو امتسا دست پیکن جیانا پیغمبر، سیره پیغمبر، حیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام. امی حیات پیغمبر خب بخواین مگو بشتک پیغمبر ایجا هجرت مدینه کر، سیستم تازه المدینه پیغمبر چوا ایدی اداره کر، حال مدینه تازه چوا بو. حتی چوی معانی زمان مگو پیغمبر هات مدینه، گروه کم مازن مسلمانه، هیکی منافق تده هبون، فلا مبداوی بون مسلمان، آلی کدا یهودی هبون، دا آلی کدا جی فالله مكي مكتوب أجوانا شاندن ومتشبين سري وور حاصله كلام إدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پشت في حاله آنه ام بيجن كايجا پیغمبر چوا دور ما دولت أخويا نو إداره كر، دولت أيدي نو چه و دولت دگون كده اما دولت كيه اف دولت آنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام هدي چوات كر امي أنا بحثاي بكم. طبعا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا قام بإنشاء المسجد، وكذلك بعض الغرف لزوجاته أو منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمل التحالف والتقاعد بين جميع أهل المدينة وبين اليهود، كذلك التحالف، نحن نساعد بعضنا، نحترمكم تحترموننا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين، المسلمون إخوة وإن لم يكن من أب واحد فكلهم إخوة يرث بعضهم بعضا. وكذلك قام وأنشأ قسما في القسم الخلفي من المسجد وسماه الصفة، الذي يأتي إلى المدينة ولا مكان ولا بيت له حتى يعيشوا هناك. نحن كما نقول النظام السوسيالي، يعني هنا النظام الاجتماعي. فالرسول عمل هذا كله حتى يستعد وحتى يقوم بعمل الذي يحتاج إليه ليقوم به في المستقبل. يعني عمل كل هذا وبعد ذلك أتى الخطوات الجديدة التي سنذكره بعد قليل إن شاء الله. پیغمبر پشتی خات مدینه مگو اولی جامعه چکر، پشتی جامعه چکر جرا مال کی مال بچوک چکر، مال پیغمبر جو اوده کی 20 متر نبون او قبونه و قصر آن نبون، جبون جن خوزارو کی خته کوي کی مالش جامعه و جبون دور نه بهره ور ادم مرحبا. فاش مسلمانا که هذا کی نفسان گو مسلمان تا برای هبن باب وان دیا وان نیک بجی مسلمان قاتنه و برای هبن وان كد موارث يهبدون ميراث. يعني دحب صحابيه كبيغمبر قوت يوم بري هبن ولو يك المكيه يك المدينه بكي جون بمرا يدنت بو وارثي يعني او قصا براتيك جوانا تشكر داويه المكه المدينه انكي كافر هبو مشرك افيك نبون مسلمان دقال وانجي احترام وانجي قرد قو كيف هو يوم مسلمان سر شعبا ونبجي احترام مجبره هي ونجي احترام ما بقرن امشار ناكن ولودا يهودي جي هبون يهودي راجو دين وجوره دين مجمره. يعني في حالة أنا پیغمبر إدارة كر ملت المدينة مسلمان وان منافق وان يا جنبش المشرك وان داوي جوان راحت قوت منافق وتبي يهودي پیغمبر دو قالوان جي خبر دا صلح كي براتيكي چكرن قو أبيا دولة ما نوع أم تفردات جين وظلم المناكن أم لوناكن ون احترام بدن ما أم احترام بدن و يك ظلم الواب كام قبول ناكن يك المشرك قال وجي قبول لكم دولة ما يعني تشنابك أم بيجن دين تايتا ودين من أسخرابي بكم تخرابي بكي بوي شكل أم خيرج هف نادين، يعني أم جرا خيرج هف بدينن. بيشتك بيغمبر عليه الصلاة والسلام وانا تفشكر حتى الجامعة خدا جراد بوجن صفة وكا قسمة كي باشية جامعة خد داوية جامعة دا قو أبيا جبون وان ظلامي مالي وانتنن ميواني وكتين فقير وصحابي كي جراد كن بلاوش خد ويدا بخن وبخن أوبون. يعني وكا أنا چنتو تشتواني شنبون بالز مالز وان تشتوان يعني جلكي الخكرة أو حبكي بو. يعني مسلمان يكو بخير أخنان كي آبا كي تشتكي خرما كي بدانا ما من داوان شخا فقيرة برشي دمان فقير منتف فقير بون. پیغمبر ویجی درست کرد گو لورا مسلمان یک تازه هات المدینه برا بخوایی نمینن برام لون خودی در کبن. يعني ایجان کی صحابی کو حال وان پرا باش بون اکونومی وان باش بون خرما دانین تش مشتا دانشون وان چیز مشهور خرما بو کی دش کی تنبو. يعني به شکل دولت خو و مسلمان کو هات لوی سیستم سوسیال آنات بجن سوسیال وقت جواتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام في شکل پشت خدا اداره کردن ایجا گره تماشای حال نو بکره. يعني دی شرط شد به دی دست پیکن چبکی ملت مکه مشرک مکه مسلمان راحت ندیشتن. دی دران خو نشانه وان دادم کردید بن دران خو نشان دا گویا دی
كشتن هيد آرامدا أما إيجا أنا بحث بكن كبيغمبر عليه الصلاة والسلام مسلمان تشوا حاضر تكر في تشتهاني را. طبعا المسلمون بعدما استقر بهم الأمر واجهوا أمرا جديدا وهو النزاع المسلح. لم يكن هناك مجال إلا أن يحصل النزاع والقتال وأن يكون بينهم حروب. هذا هو سنة الله في الكون. يعني ماذا نفعل؟ الرسول أو جميع الأنبياء لم يفضلوا القتال ولا الحرب، ولكن الواقع كان يفرض أو يجبر عليهم أن يتسلحوا وأن يدافعوا عن أنفسهم. فمرحلة القتال في الإسلام أولا القتال كان ممنوعا. هذا في عهد المكي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لم نؤمر اصبروا. وبعد ذلك حصل مرحلة الإذن، أذن للذين يقاتلون. الله عز وجل سمح للمسلمين بأن يدافعوا عن أنفسهم. وبعد ذلك الله عز وجل قال الذي يقاتلكم عليكم أن تقاتلوه. مرحلة شيئا فشيئا من المنع إلى الإباحة إلى الفرض. عليكم أن تحاربوا الذي يحاربكم. الذي يحاربكم لا ينبغي لكم أن تجلسوا وتنظروا إليه وتقول تفضل اكسر رأسي أو اذبحني أو اقتلني، لا، سأدافع عن نفسي. هذا هو الواقع الجديد الذي استعد له الرسول صلى الله عليه وسلم. تشتيكم بسلمان هات المدينة حاضر كرن شر دست بك، ولكن شر الإسلام إذا تشاوبوا جار أول كو 13 سال المكة شر وليخستون وليدان كرديد بجن قدخه يا صاخ. يعني حتى مثلا يمكن مسلمان وكا حضرت عمر وحضرت حمزة مير هبوا بقوات بون چد كرم پیغمبر دگو امر مت هاتيك ام دنگي خنكن او جي صبرك مازن تخوازه. يعني تظلامي يك تلتدخه قال دنگي خنكي لو را تجار كي تجاوب دي جار دو سيش بن كنترول تدركه باش بن كنترول تدركت ايجن هرنو زاروك هرنو او تهندك مسلمان مكه بنجي حبن صاد حبن حنا حزار حبجي كافر تبقى زين اخوت تشقا قحرمامي تنكاري بده ظلامات بيس عبي تنكاري يك بيك سري وانجيكن وجبونه يكون مسلمان هنا امر خداي جرام ببن پیغمبر دگو صبر بك جامره تحمل كن دنگ يخنت كن افجي ميراني كان مازن هر كس نكار تحمل بك. يعني مرد بع او اتقى اسلام ببعتنا تصبر بك تتحمل بك او جي ايمانك كبر مازنه بفي شكل. يعني مسلمانا الاول لما كي خدا قوتبو شرطنا يا صاح قدخه ممنوع سرچعبا پاشه خدا گو اذن وهاتی داینه خون بپارزید اذن هات. يعني يكون هات يكي گو رق تجکاری بجی رق لیخی اویا یک جا اوی سیا خدا عز وجل گو اوی کو برا شرط مو ایجاد نبکی فاته مجبوری پر اشار بکی. يعني اوی دو یا گو تدکاری لیخی تو نخواهی سربستی اوی سیا خدا گو نه حتی کینگا تی بندست بی ایجا یکی کو گو رقت بجی دحوا بجی رق لیخی کی. يعني براهین کی انسان قوة مسلمان بدينن ميرانية وان بدينن لو هناك إنسان جنرماية فهم ناكن جليداني حستكن. يعني قوتها تتنبه والله يوصيتها تشكينة شعبة تدرتخه مثلا مسلمان أجر قوتها كوان تنبونا والله رحت نتيجتن فقط مجبور ربي عالم يقول قرام حاضر بكن آماده بكن حتى كان جيون شعبه بقرن أبانا وشعبه بقرن أيوارن شعبه ودرخن أيوارن شعبه ودرخن بخير درس ياتيك أم بخير نبان إنسانا حتى كانجي أو حتى شو مرحلة هاتن كو يا خاصة بيخمبر بوجن جني بوجن زاروكي بوجن ملات المدينة تبوجن. يعني أو قصة كو نية وان خرابو اگر بيخمبر جي مسلمان را نگو تا آماده بن شر بكن حاضر بن والله إسلامي رو ندگشت برای زوده بکشتانا. يعني شرطش تكي خوشنه لدرمان داوية درمان داوية كلمة كمشهورة دبي درمان داوي بكردي أخو هم دجن داخل كرن وزامن داخل كرن حسنا كي صور كي جاني تدخي آخر الدواء الكيو. يعني شوا كنت نخوشت كبي شي دكتور دبي والله شارتنا مع عمليات بكن عمليات شارة داوية. يعني شر كرن جي أبي داوية قالت مجبورة دي سري خالدت ميرانية أخو بكيت نكي أبي كل مقابلته فعمناك رحمة دليداتنا خدا جيج مسلمان رجوا حياة أبا حياة وقتها حياة بنرماي دوامناك تبخازينا خازين بنرماي دوامناك هناك إنسان نا إنسان هناك إنسان ظالم هنا جي خبردان نرفع مناك انت تشخاصا دل نرم بي تالي نرويجان بيجون سنيل تشخان سنيل ونرم بيجي فعمناك هذا بيت بسا او جي قوته فعمدك جي قوته راجي قوتك لازمه خدا عز وجل اجي مسلمانا بقوته دا آماده كرن قو آماده بن ونشار بكين. طيب من أهداف الجهاد كما نقول لماذا الإسلام أو لماذا الله عز وجل سمح للمسلمين بالجهاد؟ الجهاد ما المقصود بالجهاد؟
أولا حتى تحمي العقيدة، تدافع عن دينك، لذلك الله عز وجل أباح. كذلك حتى تحافظ على الشعائر، تحافظ على المساجد والعبادات وأمور أخرى. لابد هناك من يمنعك من الصلاة، يمنعك من المسجد، فإذا أنت لم تدافع عن نفسك يمنعك من المساجد. وكذلك أمور كثيرة الله عز وجل لأجل هذه الحكم أباح الجهاد والدفاع والقتال حتى نؤدب، حتى نحافظ، حتى نقيم الشعائر الدينية، وإلا لن يقوم أو لم تقوم للإسلام شعيرة ولا قائمة. هكي خدا عز وجل كما إذن شر چیه، حکمت شر، فایده شر چیه؟ شر یک جبونت عقیده خو ایمان خو بپارزیلو گاوا کو قوت آتاتنه به ملت نایلت امام خدا بینی عز وجل. ما شاء الله كهرباء شو وخواري قرت اكو اخو بقرا او كشي قرتيا اناختار كبيرن اناختار دو دولار بدايه ده حباب هناك دماكي ضعيف راناك انترنت ساكني وفيها قرت حجي والحسن دوام تكاس دوام بكم خاص كل لك بين الخواري ذاكن اكو كهرباء اولا ما قو عقيده ولا باراستن اگر شرط قوتها تتنبه ملت نايلت ايمان بخدا بينه تكجن يعني تيساجي حكمتك حكمت اسلامي ابي كشر اذن شرات داينه تذكاري جامي كي بدي اواكن خدا عز وجل القران داد بجا اگر كو قوتها مسلمانات نبون نه جامي كي دهات اواكرن بري جامي كليسيج ندات اواكرن يعني ظالما ندشتش كي ورا اواكرن ظالم دماغ مسرح مسلمان دهاتن جامعه وان و کلیسه وان و دره وان تفخرات کرن خدا بجا از نوا و شر هاته داین جبونه کو جامعه و خرانه بر مسگفت و خرانه بر عبادت و ور کرن او گلک سبب حکمت دین جهنه کو خدا عز وجل اذن شر دایه جبونه وان تشتا ورن پاراستن ورن محافظه کرن خرابی بقوت نبه او مسلمان بندس نبن اوانه تب حکمت شرن حکمت وینه خدا عز وجل ایزن داک مسلمان جو خوب پارزن و دین خوب لم بکن يعني جو مسلمان را قوتك لازم و قوتها مسلمان تنبه مسلمان دقديان كهرباء شي نبيها. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يتوقع او ماذا كان يخطط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الواقع المشركون في مكة أرسلوا رسائل إلى المشركين في المدينة والعرب الذين يعيشون حول المدينة هددوهم الذي يسلم على محمد الذي يتاجر معهم الذي يعطي ويأخذ بيننا وبينهم الحرب. وفي الغالب معظم القبائل العربية كانوا يحترمون قريش لأن قريش كانوا في مكة فهم كانوا يحترمون ويخافون من غضب الله عز وجل الذي يؤذي أهل مكة لأنهم كانوا يعلمون بأن الله أهلك أبرهة ومن حوله حينما هاجموا على الكعبة فالله عز وجل جنبيه لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قام به قال عدونا قريش. أولا تحدد الهدف، ليس من الحكمة أن تقول جميع الناس أعدائي كل من لم يؤمن بالله فهو عدوي، فهذا لا تستطيع أن تعمل. أولا حدد العدو، وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس من قريش حاول أن يتصالح يعمل الصلح واتفاقيات معهم حتى يقلل الأعداء. العاقل هو الذي يجعل لنفسه أصدقاء يكثر الأصدقاء ويقلل الأعداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يعمل، يقول القريش هو العدو والأخرى أنا سأقوم بعقد الاتفاقات والصلح معهم، فهذا ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی که موان تشتاته و گوان تشتاته چه بون سیستم آنو چیه؟ حال نو مسلمان هاتنه مدینه ملت مكه كافره شعب فكريه بقوات وانجي هي وكعبيش دبي هر كسي حرمته وان دغره ابانا يدي مكتوباش ملت راشاندن جو كي سلام ده محمد كي اليكاريا وان بك نيار ميش عرب جي ببراني جو قريشيه د ترسيان ترسوان نجبون شخصي قريشيه ترسوان جبون خدي وج قريشيه ترسيان لورا تواج بير و نكر بو هجا 40 سال بري بو وقت ابرهه او ملك حبشه هاد غازي كعبه خراكم خدای چانی سریوان
قريشية قريتية خبر فيات كرد قو قالوا ملتي وديتيا ها أبيك ورا زرار بدما خده شتي نسريوان بفيا قريتية خد كرن أفيا ببو ترسكي كتبونا و عربي وقتهاني تاريخ ندوره 5 ساله قال لك انسان شي دي وقت هذا هبون في شكل هاني ملتي حرمته قريشات قدو ترسيان جوان اف سبب هاني عرب دور مدينه وقبيله عربه هيدي يا وخش پیغمبر دور خستبون مسلمان كاتن حالك زحمت تجارت نايله تجارتنا المدينه فقيره ملت المدينه تجارت لكن اجبر شنا بمر نانتنا بخون اتشبكن مجبور قالت تشتكي بكن پیغمبر شكر عليه الصلاه والسلام اولا قو فلان كس نياري مايا نياري خو قو قريشي نياري منن يك نياري خو پیغمبر آشکرا کر نيار قريشينه افيا عول اوه دوية اوه كن قريشينه پیغمبر دگلوان خبر دا دوستاني براتي دگلوان چه کر اوه جا عقله کی مازنه عقله مازن اشترا دبیجا نياري خو كيم بكه پیغمبر ندگو هرچی کو کافرن تف نياري منن هرچی عرب تف نياري منن پیغمبر گو ناوسا بشه تف نکان ببن نياري منن کافر مکه نیاره پیغمبر بون اوه دنه پیغمبر علیه صلاة و سلام چه کرم یانا بیجن دیگل وان خبر دادا لیجبون پشکش مسلمان اج بترسن پیغمبر چه کر امیانا بیجن پیغمبر صحابی اخرى درد کرد 50 حب 100 حب 200 حب صحابه سلحیوان وان دچون تور دابتن تور دچون ویالی دگو برابانه کجما بترسن امی بیجن حیره ور امی نافهفت شرطه کی دینن امی صلحه کی چیکن تو دنگی خود جمرات بلن ناکی اشترا برن ناکم سلام اشترا سلام دمن از نیرتیب ترا ناکم تب مرانه کی به وی شکلی آنه پیغمبر دنابرا تقریبا از 2 سال دا 2 سال در باس نبون حتی که حرب بدری چه بو پیغمبر علیه الصلاة و سلام تقریبا 6-7 جاره او 6-7 جاره صحابیه اردیا درد خست عسکر یعنی 5-7 دی